السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة وجه من الخياري. اليوم غنجي معكم بعض النصائح ديال نجاح الصابلي، يعني كيفاش ننجح معكم بالنسبة الصابلي للأخوات من المبتدئات واللي ما أول كيسبقش تجربة. عندهم مشكل في أنا الصابلي. فايته حاطة فيديوهات في القناة ديالي على الصابلي، ولكن بزاف الأخوات دخلوا عندي في التعليقات وقالوا لي باللي راه ما كيصدقش معاهم الصابلي، فبعض النصائح اللي تقدر تنفعهم. بالنسبة ليا الصابلي ديالي أنا المعتمد عندي اللي دائما ما تيخطانيش فهو هادو المقادير ديالو. انا هنا غندير جوج عجنات، يعني ماشي عجنه وحده، عندي جوج كيسان ديال السكر كلاصي وجوج كيسان ديال العنبه ديال السكر سنيده، وعندي جوج رابعات ديال الزبده، يا اما باتيسور يا اما اطلس، يعني 500 غرام جوج روابع، وعندي 4 ديال البيضات ونكهه ديال الكوك وجوج كيسان ديال الزيت. وهنايا الطحين طبيعه الحال، راه كل عجنه بين 750 حتى 800 غرام ديال الطحين. ناخذ واحد الاناء غنديرو فيه داك السكر، هنايا جوج كيسان في جوج كيسان سكر كلاصي وسنيده، راه ماشي كتير، راه هو هذاك، لانني عندي الدوبل ديال العجنه يعني جوج عجنات. غندير هذيك نص كيلو 500 غرام ديال الزبده، يعني بين الا ما لقيتوش باتيسور فاستخدموا اطلس. انا يعني الا ما لقيتهاش كندير اطلس، خفيفه وزوينه وما كتجيش ثقيله. غادي نزيد ديك الزلافه ديال الزيت او ما يعادل جوج كيسان ديال العنبه، الكيس المعتمد عندنا. غادي نزيدو 3 ديال الساشيات ديال الفاني. الساشي ديال الفاني هنايا كيساعد على التقرميشه، كيخلي الصابلي مقرمش، راه ماشي للنكهه وانما للتقرميشه. غادي نزيد هنايا واحد رشيشه ديال الملحه والنكهه، واحد المعلقه صغيره ما يعادل المعلقه صغيره من نكهه الكوك. نتوما يمكن لكم ديروا الفاني بودر او ديروا الناتا او بات بسكوي يعني اللي بغيتو. غندير كلشي يتضرب، من بعد ما غيولي خليط كريمي غنزيد هذيك 4 ديال البيضات وغادي نخلط جيدا، ومن بعد غادي نقسم الخليط. انا هنايا غادي ناخذ شويه نديرو بالكاكاو والاخر غنجمعو عادي. الا رجعتوا للفيديوهات الاخرين غتعرفوا كيفاش كنجمع. فالطريقه ديال اننا نجمعو هنا فرقت، لانني كما قلت لكم بغيت صابلي يعني مارو بالكاكاو، وبغيت صابلي فقط بنكهه الكوك يعني بيض. فهنا زدت واحد كاس، يعني بغيت نقول 2 معالق كبار ديال الكاكاو. الكاكاو يستحسن يكون نوعية جيدة. كنخلط هذيك الخليط الكريمي بالكاكاو، عاد غادي نبدا نزيد في الطحين. يستحسن هانتوما كتشوفوا كيفاش كنديروا. ملي نبدا ندير الطحين ما نديرش كل كويس او نص كويس ونبدا نخلط. راه هذيك الطريقه كتساعد انكم كتدلكوه كتدخلوا في عمليات الدك، وهذا الشيء اللي كيخلي الصابلي ملي كيتدلك تيتجمع معاكم كيتكرش وما تيبقاش في الحجم ديالو وتيجي غليظ، لانه ملي كيتكرش راه تيغلظ. فهنايا كندير واحد الزلافه عامره او حتى زلافه ونص، تقريبا نص داك الخليط ديال الطحين اللي عندي هو اللي غادي نضيف، ونبدا ندخل بالكف ديال يدي هكا كما كتشوفوا، وانا كندور في لوبول في الاناء. ايد كدور ايد كنجمع هكا كما كتشوفوا، عاد غادي نزيد ثاني ما تبقى من الطحين. يعني كنكون ندلك جمعت 2 مرات صافي، ماشي كل مره نزيد نص كاس نبدا ندلك ونبقى نزيد ثاني الطحين وندلك. راه هكاك هي كتخرجوا على الصابلي صافي. من بعد ما كنجمعوا باش تعرفوا سر النجاح ديال الصابلي هي هاد الترميله اللي كتبان لكم من بعد ما كنمرر صبعي على العجين. كنديرو فيلم اليمونتير نحطو في الثلاجه يبقى حتى اسبوع 10 ايام في الثلاجه لتحت، وفي المجمد راه تحتفظوا به حتى 3 شهور. يعني يكفي انه يكون مغلف مزيان، وفي المجمد اللي ما تكونش فيه لا لحوم ولا اسماك ولا حتى حاجه. انا هنا قطعت اول طابع دائري صغير باش ندير فيه النوكا ديال الزريعه، وهذا ثاني مربع صغير اللي غندير فيه النوكا ديال الجلجلان. دابا نشاركها معكم حتى هما. ومن بعد غادي ندير، شوفوا هنايا طلقت الصابلي وبديت كنرش عليه قهوه سريعه الذوبان اللي مسحوقه، يعني ماشي غليظه، كنسحقوها بصبعنا مزيان عاد كنرشوها. هاد الصابلي كنت كنديرو من زمان يعني وزوين، تيعجبني نخدم هاد الطريقه، تيجي رخامي ومنكه بديك النكهه ديال القهوه. جربوه راه غادي تنجح معاكم، ما كتبقاش نهائيا هذيك المظهر ديال القهوه تيبان، لا تيجي زوين
يعني شكلًا ومذاقًا. هانتوما جمعتو هاكا طويتو بحال كنطوي شي سرفيتة أو شي منديل، وغادي نرش عليه تاني شوية القهوة سريعة الذوبان، وغادي ندير عليه بلاستيكة، وغادي نطلقو وغادي تشوفو الشكل ديالو. من بعد غادي نطلقوه بواحد الطابع اللي هو أوفال. كنعتذر منكم الصوت ديالي عيان لأنني شوية مريضة ضاربني البرد، ولكن قلت نشارك معكم هاد النصائح قبل ما الفيديو يعني يمشي أولا يتمسح ليا. صافي هانتوما شوفوا كي كيولي. من بعد غادي نطلق ما نطلق العجينة غادي نطبع بهاد الطابع هذا ديال الحديد اللي غادي تشوفوا. غادي نخرج فيه واحد الشكل دابا نبينو لكم يعني باختصار. فمن بعد ما غادي نطيبوه غادي نزوقوه بواحد الديكوراسيون زوين بحال سنيكرز. هانتوما بهاد الطابع هذا اللي شفتوه هو باش غادي نطبع. من بعد ما غنطيبوه نتوما تشوفوا الشكل ديالو، وغادي ندهن ليه على وجهه الكراميل، اما كراميل يعني اللي كنصاوبو في الدار اولا الكراميل اللي كيتباع جاهز، وكنفند ليه وجهه في الكاوكاو يعني محمر ومقطع انصاف، يعني نصوصه. بغيتو تخليوه يعني مقطع على جوج باش يجيكم باين بزاف، نتوما لكم الاختيار. صافي نتوما لاحظوا انا سمحوا لي هنا كنصور غير بايد وحده حيت ما كانش لي يشد ليا. من بعد ما كنعمروه بالنسبه لي غادي نكفيو ليه وجهه في داك الكاوكاو. هانتوما راه غليظ الكاوكاو ماشي مهرمش بزاف. صافي وغادي تنكمل. من الاحسن ندخلوه للثلاجه واحد ل10 دقائق ونغطسوه في الشوكولا كحله تيجي بحال الشكل ديال السنيكرز، يعني غزال ورائع مذاقا وتشكلا. صافي هنايا شوفوا بغيت نوريكم هنا من اسباب نجاح صابلي. شوفوا كيفاش نجمعوا لي الشوت او البقايا. عمركم تجمعوهم بالاصابع ديالكم بحال العجينه عاديه، لا كنخدموا معاها بحال العجين المورق، كنجمعوها بالبلاستيك بحال اللي كنطويوها ونحطوا فوق منها عجين صابلي جديد. على ديك الساعات غنورقوها كيما غادي تشوفوا دابا. لاحظوا معايا هانتوما جمعتها غير بالبلاستيك ونحط فوق منها صابلي جديد ونورق. صافي من بعد ما كنكمل صابلي في التوراق الفرن كيكون ساخن جيدا، ونقص عليه مهيل ونخشي صابلي ديالي العافيه لتحت ومهيله حتى كيتذهب ويتحمر، ونهبطو يذهب تاني على الوجه ديالو. وملي كنسالي واحد لاستيوس كنديرها، ملي كنسالي الصابلي كامل كنجمعو في لاطه وندخلو للفرن ونطفي الفرن ونخشيه ونخليه لداخل في الفرن مطفي وهو ساخن، لان ديك الحراره كتشرب لينا كاع الرطوبه اللي كتبقى في صابلي، وهكا كنضمنوا باللي صابلي غيبقى مقرمش مده طويله بسبب ديك الحراره اللي شربت لنا كلشي الرطوبه. نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم.